السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأفضل صحة وأحسن حال. يلا بينا نعمل تنظيف عميق كده في الريسبشن. وهنا كنت أنا شايلة الحافظات البدل، السجاد البديل بتاع السجاد، وغسلتهم وعنتهم كده عشان كل سنة وانتم طيبين. يعني الصيف خلص، فقلت افرش السجاد ده يمشي الحال بس. ولو اول مرة يا حبيبتي تشوفي قناتي، يا ريت فضلا منك وليس امرا الاشتراك في القناة وتفعيل الزر الجرس الاحمر اللي تحت الفيديو، وتدوسي على كلمة الكل وعلى كلمة الجرس عشان يوصلك مني كل فيديو جديد بنزله. واللايكات يا حبايبي عشان الفيديو يترفع بيكم كده زي الفيديوهات بتاعت جولة الشقة. الحمد لله، اللهم لك الحمد. عايزين نشوف الفيديو ده كمان ترفعوه معايا كده رفعة جامدة كده زي فيديو جولة في الشقة، واللي ما شافهاش يروح يشوفها على القناة وهتعجبكم جدا، وتقولوا لي رأيكم في أي تغيير حابين أعمله، ونصيحتكم ليا تاج على راسي. يلا يا حبايبي نسمي الله، وما تنسوش تفعلوا القناة كده عشان نوصل للألف مشترك ونحقق الشروط بإذن الله بيكو. بإذن الله كل حاجة هتحصل. يلا بينا نخش على الروتين بتاعنا النهاردة، التنظيف العميق اللي في الريسبشن. وجبت معايا فوطة وبدأت أنفض بيها الركنة وأرصها زي ما انتوا شايفين كده، واظبطها كده واحط الخداديات الصغيره. طبعا يا حبايبي انا كنت قايله لكم قبل كده ان انا قلت للي عمل الركنه يعمل لي المساند اللي انا بشيلها، ما هشيلها معاكم ديت، المساند اللي في الظهر ديت زي ما انتوا شايفينها كده. كنت قايله له يعملها لي كشن كبيره زي الكشن الصغيره ديت بس اكبر. فللاسف هو عملها لي كده، بس الحمد لله حلوه برضو حاميه الظهر بتاع الركنه. فالحمد لله يا حبايبي، نحمد ربنا على كل حاجة. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. زي ما انتم شايفين اهو يا حبايبي، بدأت برضو انفض الناحية التانية. يعني انا نفضت الجزء الاولاني اللي على ايدي اليمين، والجزء التاني ده على ايدي الشمال. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، ظهر الركنة متنجد برضو علشان الخشب والمساند الكبيرة اللي انا بقول لكم عليها اللي انا حطيتها اهي. ديت بتحمي الظهر، يعني بتتفك وبتتغسل. واللي انا بحطها دي برضو بتتفك ولها سوست، والخداديات برضو لها سوست، فسهلة يعني الحمد لله. يعني سهلة التنظيف شوية. اما اللي بتعوز تنظيف بالفرشة او السفنجة، الظهر بتاع الركنة والجوانب الاربع جوانب بتاعتها، الاربع جوانب اللي انتوا شايفينهم دول اللي على ايد اليمين والشمال واللي ورا. هشيل السجاد زي ما انتوا شايفين كده، وهشد الركنة واكنس تحتها علشان ابدأ اكنس وامسح. اهو زي ما انتوا شايفين اهو يا حبايبي. بشدها طبعا، بلاقي تحتها قلم، جنيه، حاجات ناعمة، مكعبات، حاجات زي كده، حاجات ناعمة خالص. طبعا الأولاد ممكن يطلعوا حاجة يلعبوا بيها، رجلها ومتشطها تيجي تحت الركنة فلوس تقع، قلم، حاجة زي كده. فده كله وارد على أي أم. فالحمد لله، اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين. أنا قلت أعمل الحتة دي قبل المدارس ما تخش عليا، يكون أنا ظبطت دنيتي. والحمد لله أنا غسلت البديل بتاع السجاد وعينته، قلت ايه يعني خفيف في الصيف، هو حلو كويس، بس لازم يكون في بديل تاني قصاده. يعني لازم يكون عندك حاجات تبدلي بيها لو حاجة توسخت تحطيها او كده. وانا عندي السجاد ده لما حاجة بتتوسخ بحط ده. فالحمد لله يا بنات، لو حتى ما عندكيش سجاد او اي حاجة، لو عندك حتة حصيرة حطيها. الحمد لله كل البيوت مستورة بفضل الله. فيلا كده، لو وصلتي معايا لحد هنا من الفيديو، يا ريت تحطي لي اللايك علشان الفيديو يترفع كده ويتشاف زي فيديو الجولة. اشتراك يا حبايبي علشان نفعل القناة بإذن الله. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين. كل اللي عليك هتدوسي على كلمة اشتراك وتدوسي على كلمة الكل عشان يوصلك مني كل فيديو جديد بنزله، ويوصلك إشعار مني بيه. شايفين بقى كمية التراب؟ يلا بقى التشجيعة كده قوية منكم عشان اعمل لكم احسن التنظيفات العميقة في الحمام وفي غرف الاطفال وفي الريسبشن وغرفة النوم بتاعتي. زي ما انتم شايفين
شايفين التنظيفات العميقة دي؟ جبت الزبالة هنا على الجنب ده أعزكم الله، وبزق الترابيزة دي ترابيزة الركنة. هو الراجل اللي قلنا له كبيرة سنة عملها لي زي ما يكون قطر السكة الحديد. فالحمد لله لما بلم الزبالة ناحية الباب علشان أجيب الجاروف وأشيلها. زي ما انتوا شايفين الاتساخات. الحمد لله اللي أنا عملت كده قبل دخول المدارس. فالحمد لله، اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين. جيت هنا بقت على السفرة، قلت انفض الكراسي واظبط السفرة كده وامسحها مسحة قوية علشان اظبطها، لان المكان ده الوحيد اللي الاولاد بتقعد فيه وياخدوا الدروس بتاعتهم. زي ما انتوا شايفين كده جريت الكراسي وقلت اديهم كده تنفيضة حلوة كده بالفوطة برضو، والمهم تاني على ناحية على ما اكنس وامسح تحتهم. بظبط هنا بقت الكراسات بتاعتهم وبلمها كده وارصها واحطها على الرف اللي تحت، لان السفرة ليها رف من تحت. انتوا شايفين كده يا حبايبي. وبجيب بقى المقشة واكنس تحت السفرة وتحت الكراسي ديت علشان يبقى اجيب بقى الشرشوبة او المساحة بتاعتي وامسحها بقى مسحة عميقة ويكون مفيش اي اتربة. زي ما انتوا شايفين كده. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زقيت السفرة كده زي ما انتوا شايفين وحطيتها كده على ناحية على ما أجيب بقى الشرشوبة ولمع بقى الأرضيات وأقول يلا يا حبايبي شجعوني. بلمها كده على ناحية وبروح أجيب الجردل والشرشوبة وأروح بقى على البلكونة وعلى الريسبشن من ورا علشان امسح كده مسحة عميقة للريسبشن كله وخليه 100 فل و10. يلا بينا نلم الزبالة اعزكم الله الاول وارميها في الباسكت واخلي الدنيا ما فيهاش ولا ترابة علشان يبقى كل حاجة تمام التمام معايا. لميت كل حاجة هنا وبلم الزبالة كلها طبعا وبقفل الباب عليا وبجيب الجردل والشرشوبة والمية بيكون دافية مش ساقعة من الحنفية، لا بيكون دافية شوية. والبرس حب شوية البرس او شوية بريل من بتاع المواعين، اي حاجة تقضي الغرض وخلاص. والمية يكون دافية ليه؟ عشان تدوب معاكي اي بقع على السيراميك. زي ما انتوا شايفين الصراحة بتخلي السيراميك يلمع واي حاجة لزقة على السيراميك بتتشال في ثانية في ثانية. اهو يا حبايبي خلصت طبعا الجنب ده، بس برضو بجيب الوزرة من فوق علشان يبقى انا خلصت كل حاجة بنظافة كاملة. فبروح على الجنب التاني بقى وبزق الركنة دي على ناحية كده، وباجي هنا بجيب من الاول خالص من اخر الزاوية وباجي عليكوا كده وبمسح طبعا من تحت الوزرة ومن فوق وبخلي السيراميك يلمع. طبعا انا هنا مش عاملة مش مزودة اي اضاءة في التصوير وسايبة الكاميرا زي ما هي. وهو زي ما انتوا شايفين السيراميك بدأ يلمع معايا من غير اي حاجة. ولو حابة تحطي في المية شوية كرول برضو بتحطي، او شوية معطر او شوية اي حاجة عندك، المهم النظافة ما بتعوزش كلام. اهو يا حبايبي بزقها بقى وبجيب الجزء الوسطاني، بس قبل ما بجيب الجزء الوسطاني بروح اجيب البلكونة، بجيبها كده على السريع علشان ادخل على جوه على طول. انا ما كنتش هعملها بس قلت اجيبها بالمرة. انا بحب اجيب البلكونه لاروحها كده بعيده عن مسح الريسبشن علشان بيكون لما تراب كتير والميه لما بتتوسخ مني بروح افضيها واجيب غيرها. انما دايما اعمل الريسبشن اللي اروحه والبلكونه. بس قلت يلا على الماشي كده يلا. مش عارفه التصوير الكاميرا مالها زي ما يكون في تراب بيجي عليها
الكاميرا مش بتبقى مظبوطة. قلت بقى اجيب الاماكن الضيقة ديت، واهتم جدا بالاماكن دي لان بتبقى التراب فيها محاصر فيها كده زي اي حاجة ما بتبقى محاصرة في الاماكن الضيقة دي، فلازم تهتم بالاماكن المختفية بعيدة عن عينك دي. وجبت بقى الوزرة بتاعت الباب، ومن تحت البتاع اللي جنب الستارة ده، مش عارفة في ناس بتقول عليه بف وفي ناس بتقول عليه بانكيت، ومش عارفين نرسى على انهي حوار. المهم من تحته كده بجيب بالشرشوبة كده، وبمشي بقى في نص الريسبشن كده علشان ألمعه هو كمان. وزي ما انتوا شايفين الحمد لله، اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين، خليت النظافة تتكلم. طبعا النظافة ما بتتكلمش، العين هي اللي بتتكلم. فلازم تهتمي بنظافة البيت، وخصوصا يا جماعة يعني لازم نهتم بيها على طول، وخصوصا ايام الدراسة، لان بتبقى فيه لو انتي بيدخل عليكي مدرسين، فلازم طبعا الريسبشن ده احنا ما بنقعدش فيه الصراحة، يعني احنا ما بنقعدش فيه، احنا بنقعد في اوضة المعيشة اللي جوه. لكن الريسبشن ده لأي ضيف، والسفرة الولاد ما بيطلعوش الا لما يكون في درس. اهو يا حبايبي لمعت الريسبشن كله والحمد لله، اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين. بروح بقى في الاتجاه التاني. الاتجاه التاني عبارة عن ايه؟ اللي ناحية الشاشة وناحية السفرة زي ما انتوا شايفين اهو يا حبايبي. وطبعا بجيب المروحة معايا بالمرة، الجزء التحتاني ده بيكون متطرب طبعا، لان احنا شقتنا على شارعين، شارع من ورا والشارع الرئيسي. حتى بتلاحظوا في فيديوهات ليا بتلاقوا صوت العربيات موجود فيها. فالحمد لله كل شيء بإرادة الله. ويا رب يوسع على الكل يا رب، ويرزقنا من حيث لا نحتسب. ولو وصلت معايا لحد هنا من الفيديو ما تنسيش اللايك، اتمنى ان انت ما تنسيش اللايك والاشتراك فضلا منك وليس امرا. دخلت تحت السفرة بقى كده. والله الشرشوبة دي منجزة برضو يا جماعة، مهما تجيبوا حاجات هي اللي بتنفع برضو. بروح بقى اجيب السجاد، وطبعا بيكون في الشمس كده، وديت جنينة كده قدام الشقة. وباخد السجاد طبعا بعد ما كنست ومسحت وخليت الدنيا فل، وبجيب السجاد افرشه. اللهم لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه. زي ما انتوا شايفين كده طبعا بيكون الشمس كلته. طبعا لازم تعملي الحركة دي في سجادك علشان يطلع اي طاقة سلبية، يخرجها برا بيتك، يخرجها برا دنيتك. لازم تطلعي السجاد، تطلعي المفارش، تطلعي البطاطين، وانت هتحسي بطاقة ايجابية في البيت. وتفتحي كده الشباك يدخل لك هوا، ويطلع الهوا القديم اللي في شقتك او في بيتك، وتحس كده ان البيت اتنفس، وتحس ان هو غير هوا كده وطلع كل طاقة سلبية من بيتك. باجي هنا ناحية السفرة، وبتفاجئ ان بنت الصغيرة طلعت الحاجة على السفرة تاني، فبشيلها وبظبط السفرة معاكم كده، وبديها مسحة، وبدي المراية مسحة، وبدي الشاشة برضو مسحة خفيف كده بفوطة ناشفة كده او فوطة مندية، وبفرش معاكم اهو. وزي ما انتوا شايفين، وكنت حاطة السجادة بتاعت غرفة المعيشة في البلكونة برضو اهو يا حبايبي. وده كده منظر الريسبشن، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اهو يا حبايبي. وده باب الشقة. بخلص اللي ورايا كله وبدخل على المطبخ اشوف ورايا ايه. كان معايا هنا حتة كرنبة صغيرة، بروح مولعة على شوية مية في حلة متوسطة كده على قد الكرنبة بتاعتك. بقطع الكرنب زي ما انتوا شايفين كده، وبروح حاطة في المية اللي انا مولعة عليها شوية كمون عشان الانتفاخات. وبفرز الكرنب كده، الورق بتاع الكرنب، وبحط الابيض الاول وبعدين الاخضر زي ما انتوا شايفين اهو يا حبايبي. قطعته معايا اهو، وبشيل طبعا الابيض وبحطه الاول. طبعا هي مش كان فيها ابيض قوي، بس كان كله يعني هي حتة اصلا صغيرة، بشيل منها الجزء الابيض وبعد كده الاجزاء الغامقة.
وبغطيها بالمية كده يا حبايبي واسيبها شوية، ما تطوليش عليها عشان ما يتهريش منك. وبقلبه على الوجه التاني اللي فوق، يعني اللي تحت بحط بقلبه فوق، واللي فوق بقلبه تحت. لو لقيت الحلة ناقصة بزود. زي ما انتوا شايفين كده، لازم اغطيها بالمية عشان كله يستوي زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. وطبعا بقلبه واحط غيره لغاية ما اخلص. بروح بقى ايه، اظبط دنيتي. وادي حلة المحشي الكيوت القمر الجميلة، اللي كان شوية محشي زي العسل. هي كانت صغيرة بس كانت زي العسل. بألف هنا، يا ريت تتفضلوا معانا. بولع على الحلة طبعا، بسقيها شربتها وبولع عليها، وبغسل بقى الكوبايات اللي انتوا شايفينها معايا ديت، وحبة حاجات كده كان في المطبخ. ويلا اللايك يا حبايبي، ما تنسوش اللايك والاشتراك، دعموني كده عشان تشوفوا مني كل روتين جديد وكل حاجة حلوة تشوفوها معايا. جيت هنا بقى على الايه، على الحوض. كان معايا شوية المواعين ديت وشوية الازايز ديت وحبة شاي وحبة ابصر ايه. فقلت ايه، المعهم على ما ايه المحشي يشرب من المية بتاعته كده واوطي عليه. قلت ايه، اعملهم على السريع عشان اسيب المطبخ هادي كده واطلع منه وانا رايقة كده ودماغي رايقة. وزي ما انتوا شفتوا الروتين كان صعب جدا، من اول تنظيف البلكونة وتنظيف الريسبشن، ودلوقتي عملت المحشي فما صورتش معاكم عشان الفيديو ما يطولش اكتر من كده. انا طبعا عاملة معاكم طريقة المحشي كذا مرة، وان شاء الله لو طلبتوا تاني اعمل لكم اي حاجة جولة، اعمل لكم روتين في اي غرفة، اي تنظيفات، ريفيو عن الغسالة. لو اللي انتوا تطلبوه قولوهولي في التعليقات وانا هعمله لكم. لو بتحبوا تشوفوا الغسيل وهو منشور، لو بتحبوا تشوفوا الغسالة وهي فيها الغسيل، اي روتين عايزين اعمله قولولي عليه. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، نظفت المصفى ديت، غسلتها وشطفتها وحطيت فيها الكوبايات والازاز. طبعا مليتها وحطيتها في التلاجة وبشطف دنيتي كده وبشطف المواعين وبغسلهم كده على السريع. طبعا انا مسرعة الفيديو علشان في فيديوهات انتوا شفتوها من دي كتير عندي برضو، بس لو حابين تشوفوها بهداوة كده وبكل بساطة قولولي برضو عليها. وبخلص المواعين كده وبرصها وبلم كل حاجة، بلم كل الحاجات. وبروح طبعا على البوتاجاز اغسله بعد ما اتغدينا وبعد ما خلصت كل حاجة، وبغسله كده على السريع. وبعد ما خلصت طبعا غسيل البوتاجاز ده بعد الغدا، انما غسيل المواعين اللي انا عملته معاكم كان قبل الغدا. فانا بقى بعمل لكم يعني كده او كده، وساعات بجيب لكم غسيل المواعين بعد الغدا بالصواني بالحاجات. بس غسل البوتاجاز كان بعد الغدا، بعد ما اكلنا وشطفت المواعين بعد الغدا ولميت كل حاجة وحطيتها بقى في الفرن. طبعا الاكل اللي بيتبقى معايا بحطه في الفرن في حلة كده او حاجات من بتاعة التلاجة. وبحطه وبلمه وبغسل الحلة وبغسل كل حاجة، ما بسيبش حاجة وسخة، وبلمع كل حاجة بتسهل عليكي كل حاجة لتاني يوم. لو كده بتسخنهم تاني مش في مشكلة. برص بقى حاجة البوتاجاز بعد ما لمعته وخلصت كل حاجة. ودايما بغطي عين البوتاجاز عشان ما تكتمش مني لاني ما بستعملهاش. ولو وصلتي معايا لحد هنا من الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.